حاجه مهمه جدا مقلقه جمهور نادي الزمالك النهارده. الصحفي احمد عبد الباسط نزل بوست وقال لك انفراد ايقاف القيد بالنسبه لنادي الزمالك وسكتم بكتم. ابتدى الصفحات والمواقع الزمالك ايقاف قيد الزمالك، ايقاف قيد الزمالك، ايقاف قيد الزمالك، ايقاف قيد الزمالك. كل بقى المواقع ابتدت تنقل والصحفي بيكتب الخبر دون تفاصيله، وابتدى جمهور الزمالك يقلق. يا نهار ابيض، احنا القيد عندنا مقفول لكن محدش بيحبوا يعملوا عناوين رنانه لكن في النهايه محدش بيشرح. وعلى فكره الكلام ده المستشار مرتضى نفسه قالوا طب اشرح انت. فيديو من اسبوعين ولا من اسبوع ل10 ايام. يا جماعه الخير، نادي الزمالك، ركز عزيزي المشاهد، قال لك الكلام ده من اسبوعين، وقال لك اللي قال ان موضوع ايقاف القيد عن نادي الزمالك تاني امبارح كان الصحفي احمد عبد المقصود. قال لك احمد عبد المقصود اللي قال، عشان دلوقتي كابتن خالد هيتصدم. كمل يا كابتن خالد. عليه $1,500,000 لنادي سبورتنج لشبونه. لنادي ايه؟ سبورتنج لشبونه. الفلوس موجوده خلاص. نادي الزمالك المفروض كان دفع الفلوس من اسبوعين. نادي الزمالك محجوز على امواله ومش عارف يحول الفلوس لنادي سبورتنج لشبونه، وبيدور على مخرج عشان يحول الفلوس. تمام؟ طيب سبورتنج لشبونه كان لازم يشتكي من اسبوعين ان الزمالك ما دفعلوش الفلوس لغايه دلوقتي. على فكره نادي الزمالك بعت جواب رسمي لنادي سبورتنج لشبونه بيعلموا ان احنا مش عارفين نحول لكم الفلوس لان عندنا مشكله في الحجز على الفلوس بتاعه البنك اللي نبعتها لهم فودافون كاش، يعني عادي. ايه المشكله يعني عادي. اي يعني احنا بعتنا خطاب او جواب لنادي لسبورت لشبونه بنقول لهم ان احنا مش عارفين نبعت الفلوس. انت متاكد يا كابتن خالد؟ اصل في صدمه دلوقتي يا جماعه. كمل يا كابتن خالد قبل ما نصدمك. بيحول عن طريقه. تمام؟ فسبورتنج لشبونه رفض انه ينتظر. ده كان قرار سبورتنج لشبونه. من يومين سبورتنج لشبونه بعت جواب للاتحاد الدولي، فالاتحاد الدولي بعت لاتحاد الكوره بيقول له الزمالك موقوف قيده لحين دفع الفلوس. يعني كانه مش موقوف قيده. اللي هو القيد هيتفتح امتى يا جماعه؟ القيد هيتفتح بعد نهايه الدوري. تمام؟ سمعتوا يا جماعه؟ بيقول لك ان الاتحاد الدولي بعت خطاب لاتحاد الكوره بيقول ان القيد موقوف عن نادي الزمالك في حين سداد نادي الزمالك غرامه نادي لشبونه البرتغالي. ده كلام كابتن خالد الغندور. خلاص احنا امنا بالله. ولكن تعالى بقى نروح للخطاب ذات نفسه اللي اتبعت من الاتحاد الدولي لكره القدم لاتحاد الكره المصري. اسمع بقى مع كابتن ابراهيم فايق وهو بيقرا من الخطاب اللي اتبعت من الاتحاد الدولي لكره القدم لاتحاد الكره. اسمع عزيزي المشاهد. الجديد لانه النهارده الناس كلها كانت عارفه الخبر ده. متابعات الخبر ايه؟ التفاصيل بتاعته ايه؟ تعالوا نشوف الخطاب اللي جاي للاتحاد المصري لكره القدم ظروفه عامله ازاي. احنا فرغناه علشان خاطر يبقى موجود مع حضراتكم. هقول لكم من عندي هنا عشان ما تتوهوش. لو بقى على الشاشه معايا، الشاشه خليه معايا هنا. بيقول لك المرسل لجنه الانضباط بالفيفا المرسل اليه الاتحاد المصري لكره القدم 10 يوليو 2023. 10 يوليو قال لك في الخطاب: نادي الزمالك لم يوفي التزاماته تجاه الشاكل اللي هو سبورتنج لشبونه، وبناء عليه القرار ايقاف قيد اي لاعبين جدد لنادي الزمالك المشكو في حقه، ويتم تفعيل القرار بدءا من اليوم 10 يوليو 2023. يعني مش من اسبوعين يا كابتن خالد يلي بتقول احمد عبد المقصود الصحفي طلع قال بوست وكل الميديا مشيت ورا منه. لا، 10 ده كان تاريخ امبارح اللي الاهلي خد فيه الدوري المصري او حصد لقب الدوري المصري. ولكن اسمع المفاجاه جايه. فانه الاتحاد المصري لكره القدم وكل من ارسل له صورة هذا الإيقاف مطلوب منه تطبيق القرار على المشكو في حقه بإيقاف القيد لأي لاعبين جدد.
بالمناسبه اتحاد الكوره هيبعت خطاب للجنه الانضباط في الاتحاد الدولي يستفسر عما اذا كان القرار سيكون، ركز بقى هي التركايه هنا اهو، عما اذا سيكون القرار ملغيا اذا سدد الزمالك المستحقات لسبورتنج لشبونه، او يعرف منه سيتم تفعيل القرار اذا تم تسديد الغرامه ولا لا، مش هتفرق القصه. ففي الحاله الثانيه عدد فترات القيد اللي سيتم ايقاف خلالها نادي الزمالك المشكو في حقه سيتم تحديدها، وده اللي اتحاد الكوره عايز يعرف. يعني باختصار شديد، سمعت يا كابتن خالد؟ سمعتوا يا جماعه؟ اذا كان اتحاد الكوره ذات نفسه اللي وصل له الخطاب ما يعرفش ان انت في حاله لو دفعت الغرامه يلي بتقول اصلا احنا مش عارفين نبعت لنادي لشبونه البرتغالي الفلوس ازاي لان احنا حساباتنا كلها محجوز عليها، لو في حاله اتحاد الكوره بيستفسر من الاتحاد الدولي لكره القدم لو انت دفعت الغرامه هل هيترفع عنك ايقاف القيد ولا هيستمر ايقاف القيد؟ اتحاد الكره ذات نفسه مش عارف. يبقى نادي الزمالك اللي هيعرف انه لو دفع الغرامه خلاص هنقيد اللعيبه عادي؟ لا طبعا يا جماعه مفيش الكلام ده. اعلام الزمالك دايما اخر من يعلم، اصلا نادي الزمالك بيبقى اخر من يعلم. ده احنا كنا اخر من نعلم ان سيف فاروق جعفر مضى النادي بيراميدز يا جماعه. هو ده اعلام الزمالك يا جماعه، وده اللي بيدور وبيحصل داخل نادي الزمالك، وربنا يستر. لان اصلا كلام كابتن خالد الغندور بيقول ان احنا هيتقفل عننا القيد، لان الراجل بيقول لك ما احناش عارفين نبعت الفلوس لنادي لشبونه البرتغالي. طبعا يا جماعه انا وصلت نهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك للفيديو.